السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. متابعين الفخمين الجميلين الحلوين، يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله في القصة اللي وعدتكم فيها. قصة امرأة نامت مع رجل من وراء أهلها. كنتش تقول يا بريك؟ نعم. نعم أخوي الغالي، أختي الغالية، نامت لها مع رجال من وراء أهلها. لكن من يكون هذا الرجل راح تعرفون إن شاء الله من خلال هذه القصة اللي بقولها لكم، وإن شاء الله إني ما زلت قلتها لكم، لأن أنا ما أدري، القصص كثرت علي وأنا راجع في الارشيف، والله إني ما أدري قلت لكم القصة دي أو ما، لكني لقيتها ومعجب فيها وفيها فائدة عظيمة، قلت بقولها لكم. قصة قديمة جدا، لكن قبل أقولها لكم في أمر مهم، وأنتم أهل له اذكروا والله، صلوا على رسول الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. القصة حبيبي الغالي، أختي الغالية، هذه امرأة متزوجة، لكن زوجها حبايبي الغاليين صار عليه مشكلة دم في قبيلته، صار مطالب بالدم. انحاش الرجال، فض من قبيلته، انحاش وراح على قبيلة ثانية ودخل عليهم. ما يقولك دخل دخيل وسلم، دخل على القبيلة هذه وعاش معهم وجلس عندهم دخيلهم. والمرة هذه عيوا عليها اخوانها انها ما تروح مع رجالها، ولا صار بينهم شيء، يعني لا صار بينهم حمل ولا صار اي شيء. فجأة يا طوال الاعمار، مع مرور الاشهر ومرور السنين، الا والبنت المرة هذه طالت اعماركم جاية شايلتم بطنها حامل. طلع خبرها اخوي الغالي، اختي الغالية، طلع خبرها عند اخوانها، عند امها وعند ابوها. ليه يا فلانة؟ ليه يا فلانة؟ وش اللي حدث؟ وش اللي صار بيت؟ ما تكلمت الا مع واحد من اخوانها هو اكبرهم، قال والله ما تجونها، حلف عليهم، على ابوه وعلى امه وعلى اخوانه، انه ما حد يدخل عليها ولا حد يمسك فيها شعره واحده، خلوها عندي انا اللي بتفاهم معها وانا اللي بعطيكم علمها، اتركوها. واخذها سحب اخته على جنب، قال فلانه علميني واصدقيني، ما عهدنا عليك يا فلانه درب الندس ولا درب النجس، علميني يا فلانه واصدقيني، علميني، لا تكذبين علي ابد يا فلانه، علميني، انا كل اذاني صاغيه لك، تكلم. قالت يا اخوي انا ما مشيت درب الندس ولا النجس، وانا ما وطيت شرفكم ولا خنتكم ولا خنت رجالي المطرود من دياره. قال طيب منين الحمل ذا؟ منين هو جاي الحمل ذا؟ منين؟ قالت الحمل ذا من رجالي. قالوا شنو هو؟ قالت من رجالي. نعم من رجالي يا فلان. قالوا شلون؟ قالت جاي، تعرفون نسوان من اول وبنات من اول يصرحون وراء الغنم، يصرحون وراء الحلال. فجاها مرسول منه ان فلان ودي يجيها، ودي يقابلها، لكنه ما يقدر يدخل الديار، ممنوع، مطرود منها، ما يقدر يدخل الدير. جاني مرسول منه راعي شاوي وعلمني، وقال فلان يسلم عليك ويقول تراني بجي في اليوم الفلاني، في الليل الفلاني، عفوا في الليل الفلاني، ثم تراني بعوي 3 عويات، لا مني عويتها تجيني في عند الشيء الفلاني، حطت لها محل علامة حطها لها تجيها به، علمت باخوها. قال ايوه. قالت فعلا يوم جاء الليل الفلاني، لا والله يوم عوى 3 عويات. تقول تقت نفسي ورحت لقيت رجالي وجلست معه، جاء ما جاء وحملت منه، وانا تراني يا اخوي ما طرحت شرفتكم، والله ما عديت عليك الا الصحيح، اني حامل من رجالي. قال اسمعي يا فلانه،
أنت بوجهي، لكن والله وبالله إن اكتشفت غير هذا الكلام وغير هذا الشيء اللي أنت عديتي علي، إني أنا اللي يدفنك تحت الأرض، ما هو بحد غيري. أنا بحتميك من أبوي ومن إخواني ومن أمي، ولا أحد بطالع خبرك عند أحد غيرنا. لكن والله يا فلانة قالت ما عديت على كل الصحيح يا أخوي، ما عديت على كل الصحيح يا أخوي. قال طيب، ويجي عند أبوه وإخوانه قال البنت لا حد يجيها، البنت بوجهي، ما حد بقاربها منكم، لا حد يقرب أختي منكم. قالوا تم. يوم جاء النهار الثاني طلعت أعماركم هو يلتقط ضلوله وهو يشلع، رايح نسيبه الديره اللي فيها نسيبه. راح للديره اللي فيها نسيبه. الله عندك الديره ما بقريب، عندك يمشي يا في بطن بادي يا رقاله ضلع، ونزل من الضلع وطبله في بادي على ذا الحال لين قبل بعد العصر، بعد عصير. لا والله انه يم شاف الديره، لا والله يمقلط عليها. تعرفون اللي يجي بالنهار، الناس اللي من اول شيباننا يعرفوا الكلام ده، اللي يجي بالنهار ما في نيته شيء، لا في نيته لا حرب ولا سرب ولا سرق ولا اي شيء، لا جاء في وضع حنقه. في النهار يعتبرونه العرب ضيف ويرحبون به ويهلون به، حتى لو كان عدو. رحبوا بالرجال الشيخ، رحبوا بالرجال ربعه اللي عنده، يلا حيه يا مرحبا، يلا حيه من ضمن الرجال اللي رحبوا بنسيبه. هم عارفين، لكن الرجال جاي على وضح النهار، ما في علم، هذا جاي ضيف، جاي خاطر، مرحبا بترحيب المطر، عشاه بتهل. ما في الناس من اول ما فيها لا حلفان ولا طلاق ولا مدري. ذا الحين طلعت عمار ابد، عشاك باطل ومنتهي ولا تعارض فيه. ذا الحين يطلق 20 طلقه، طلاق في الاخير يسوي له عشاء. طيب طلاقك الله يعلم. المهم ضالوا الربع وتعشوا، واللي اعلام بالخير قال عطوها الربابه انا بنسمر. ويتمثل الرجال اخو البنت، قال يا ذيبي اللي تاني الليل عويت 3 عويات على ساق وصلاب، سألك بالله عقبها ويش سويت؟ يوم الثريا راوست والقمر قال هي خذ ردها. انا اشهد اني عقب جوعي تعشيت، واخذت شاة الذيب من بين الاطناب على النقا، ولا الرجال ما تحقويت. ردوا حلالي يا عريبين الانساب، حطوني عرمتي. انا ما جيت الا على وضع النقا، زوجتي على سنة الله ورسوله. لا والله يوم وصل الرد، قال انتهت العلوم، غلقت يا فلان، بكره تراك خوي لي. قال ايش؟ قال انت بكره خوي لي. قال في وجه من؟ قال في وجهي. يوم جاء الصبح طلعت عماركم هم يركبون ذلولهم عندك لين وصلوا ديرتهم. حبايب الغالين، يقال والله اعلم، شوف الروايه هذه تراها رووها كثير، القصه هذه عفوا رواها ناس من الرواه واجد، اللي زاد واللي نقص واللي لكن انا جتني الروايه بهذا الشكل، ان الرجال اخذ نسيبه وانه طاح الحطب، وان المشكله اللي هو مسويها او القضيه اللي مسويها في الديره ان الناس اللي الاطراف فيها انهم سامحوا عنه وعفوا عنه، وانه جلس مع ربعه وبنى بيته واخذ حرمته على وضح النقاء. وفي ناس لا يقولون انهم عطوه حرمته واحتماه نسيبه وعطاه حرمته وعود، ولا هو رفض قال بعيش مع ربعي اللي انا دخلت عليهم وقبلوا دخالتي. الرواية مختلفة، لكن هذه قصة المرأة اللي نامت مع رجال من وراء حالها. أنا اللي يهمني في كل قصة يا جماعة الخير الجوهر، الفائدة.
انا بطلع لك اخوي الغالي اختي الغالي من هذه القصه فائده، والله اني ما قلت القصه دي الا من اجل هذه الفائده، لانها موجوده بين اظهرنا، موجوده عندي وعندك اخوي الغالي وعندك اختي الغاليه، في مجتمعنا، اي مجتمعنا العربي موجوده فيه. اي واحد يتابع، مو بشرط السعوديه ولا دول الخليج، لا لا لا، عامه بين العرب. الان الازواج هذول ايش ذنبهم؟ دام ان الزوجه مع زوجها وامورهم طيبه، وش دخلهم في مشاكلكم؟ انتم يا الاخوان، وانتم يا الانساب، وانتم يا الثانيين، وانتم يا القبائل، وانتم يا العوائل، ايش دخلهم؟ ليش تاخذون بنتكم من عند رجالها وهي تبه؟ ليه؟ في ناس تلقاهم هذا ما اخذ اخت هذا وهذا ما اخذ اخت هذا، صارت مشكله بين هذا وزوجته، خلاص وراح راح واخذ اخته. وش دخلها؟ وش دخلها يا مسلمين؟ خافوا الله في انفسكم، والله اني اقول صادق. ما لهم دخل، ما لهم دخل، دام الله ميسر امرهم خلوهم اتركوهم. لكن في امر مهم على الزوج، لو صار الله لا يقدر، والله اني ضد الخلافات، ودي إن كل الناس والله العظيم يا رب ان الله يصلح ما بين العوائل وما بين الانساب وما بين الرحم، ولا يتقطعوا، لا تقطعون الرحم يا جماعه، لا ترى ان قطعت الرحم قطعك الله سبحانه وتعالى. ما احد يقطع الرحم الا يقطع الله سبحانه وتعالى. انتم باخوي الغالي اختي الغالي، انتم من العوائل المتاجرين، خوال عيال ومدري ايش، مترخبطين فيكم من كل بعض، لا تسوون الشيء هذا، لا تهاجرون، لا تمنعها عن اهلها. انت الزوج لا تمنعها، لو بينك وبين اهلها ما ادري ايش، لا تمنعها. في فائده، واذا صار خطا من اخواتنا من اخواننا يا اخي تريضوا واسمعوا. اسمعني وش اقول لك انا، خلني ابرر لك، ثم من بعدين احكم. لا تاخذ، لا خذوا في غلو، هذه بكون منها. هذه كانت قصتنا، ارجو ان قلت لكم بالشكل الصحيح والشكل السليم من القاهره. في امان الله.